في الفيديو ده احنا هنتكلم مع بعض عن حقيقة من حقائق مسلسل فير فايت، اكتر مسلسل رعب هندي عمل ضجة كبيرة. طبعا كان كل اللي متابع المسلسل كان مفكر ان هو عبارة عن ان هو بيجيب جرايم وبيتم تمثيلها وخلاص، والمسلسل ده كان بيتعرض كل يوم جمعة من كل اسبوع، بس للأسف هو المسلسل وقف بقاله فترة كبيرة. في الفيديو ده بقى هنكتشف مع بعض كل التفاصيل وهكشف لكم الحقيقة كلها. بس لو انت ما كنتش مشترك في القناة فاعرف ان فايتك كتير قوي من قناة فانتوم، فاعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس ولايك للفيديو ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام وندخل في تفاصيل قصتنا. موهيت شراما مخرج المسلسل سابقا بعد ما بقى قعيد بسبب. طيب ازاي وليه؟ المخرج وهو بيحكي الاسباب قال ان اخر قصه كانت اتحكت له من شاب مصري عايش في الهند، وكانت القصه بتحكي عن شاب عنده 35 سنه واسمه عمر، وان عمر كان عنده 4 اخوات شباب، رامي ومدحت وتامر وعثمان، وان العيله كلها كانوا متجمعين وعايشين في بيت واحد. بس في يوم من الايام حصلت حادثه حريق كبيره ومات فيها زوجة عمر وبنته وابنه، وحرفيا الحريق كان شديد جدا، واللي نجا من الحريق ده كان هو عمر واخواته بس. وبعد الحادثه عمر سمع عن مسلسل بيحكي عن السحر والشعوذه، وكمان قعد يقرا في كتب عن السحر ان هو ازاي يرجع عياله ومراته. لا وكمان هو ما اكتفاش ان هو يقرا في الكتب وبس، لا ده كمان بدا يتعمق في السحر الاسود والابواب الشيطانيه والعالم السفلي. واخواته طبعا ما عجبهمش الوضع وفضلوا يفهموه ان دي كلها خرافات، وقالوا له كمان ان هو محتاج يقوي ايمانه شويه بالله، بس هو ما اهتمش لكلامهم خالص وفضل يتعمق في الكتب اللي بيقراها. وهم لما ما لقوش اي فايده منه سابوه وما اهتموش لامره بعد كده. والقصه واحداثها بدات من هنا، ابتدت ساعه ما هو بدا يقرا الطلاسم اللي هيحضر بيها الشيطان، وطبعا كان بيعمل كل الطقوس المعروفه التي لا داعي لذكرها كلها، مثلا زي الشموع والايات المعكوسه وغيرها. وفضل على الحال ده لحد ما قدر فعلا يحضر شيطان اسمه صبلقيع. والشيطان صبلقيع كان شكله غريب وهيئته غير مألوفه على البشر، كان طويل واسنانه بارزه بشكل مرعب وشعره مغطي كل ملامحه. في اللحظه دي عمر تملكه الخوف، بس قدر يستعيد قوته من تاني وشجاعته، وطلب منه ان مراته وعياله يرجعوا لحياتهم من تاني. والشيطان وافق على طلب عمر، بس طلب منه 3 قربان عباره عن 3 شباب. وعشان عمر يقتنع بكلام الشيطان شقله الحيطه وظهر صوت مراته وعياله وهم بيستنجدوا بيه وبيقولوا له اسمع كلام صبلقيع عشان نقدر نرجع للحياه من تاني. عمر قعد اسبوع كامل يفكر ويخطط هو ازاي هيتصرف، بس للاسف هو شيطانه عماه وايمانه كان ضعيف. وعمر خطط لخطه شيطانيه عمرها ما تخطر على بال البشر. فكر ان هو ياخد اخواته ويطلعوا مصيف، في الوقت اللي هم منشغلين بيه في المصيف هياخد كل واحد من اخواته ويقدموا قربان. بس للاسف اللي حصل كان عكس كل التوقعات. وبدايه الاحداث كانت يوم 1 اغسطس سنه 2018، وفعلا راحوا المصيف، واول يوم عدى عادي جدا. بس في تاني يوم عمر بدا في التحضيرات الشيطانيه بتاعته، وكان اول ضحيه من اخواته هو عثمان. عمر ندى عليه وهو مش فاهم اي حاجه. اول ما عثمان دخل الاوضه عمر طعنه بالسكينه وكتم صوته على طول، وفعلا قدموا اول قربان للشيطان صبلقيع. وتاني يوم الكل اتصدم ان اخوهم عثمان اختفى، وفضلوا يدوروا عليه في كل مكان، بس هو للاسف اختفى وما كانش ليه اي وجود. كان اخر امل ليهم ان هم يبلغوا الشرطه، والشرطه قالت لهم ما ينفعش تقدموا بلاغ الا بعد ما يعدي 48 ساعه من الاختفاء. وفعلا ما كانش قدامهم حل غير انهم يستنوا في البيت لحد ما يعدي تاني يوم، وكان الحزن ماليهم. وطبعا كان عمر عامل نفسه حزين معاهم، وفضلوا على كده لحد ما الكل نام من تعب اليوم، لحد ما دقت الساعه 12 بالليل، وبدا عمر فعلا في تحضيرات تاني قربان. وعمر خلص كل حاجه ودخل على اخوه التاني تامر، وتامر صحى على صوت عمر وهو بيقول له تعالى اخوك عثمان كلمني. تامر اتنفض من مكانه وقام معاه على طول. خرج عمر وخرج معاه اخوه تامر، بس كل ده وهو سامعهم اخوهم التالت مدحت، بس مرضاش يقوم معاهم وسابهم عشان يقوم وراهم يشوفهم هيعملوا ايه. واول ما دخلوا الاوضه حصلت جريمه قتل تامر قدام مدحت، ومدحت سمع صوت الجن وهو بيتكلم مع عمر وبيقول له انت كده قدمت لي قربانين وفاضل واحد. بعد كل اللي حصل جري مدحت على طول على الاوضه عشان يعمل نفسه نايم، واتصل على طول على الشرطه. بس عمر حس ان في حاجه غلط ودخل اوضتهم اللي كانوا نايمين فيها، وفي الاوضه لقى جثه اخوه تامر وهو بيزحف على الارض، وخرج منه صوت وكان بيضحك بصوت عالي. الصدمه اللي حصلت ان
البقيع كان متجسد في هيئه تامر، وقال له بصوت عالي: انت قتلت اخواتك يا عمر وصدقتني يا غبي ان هرجع لك عيالك ومراتك. وفي الوقت ده صحي اخوهم الرابع رامي، واول ما شاف المنظر اللي حواليه اغمى عليه على طول. ومدحت كان في كل اللي كان بيحصل كان بيحاول ان هو يهرب ويفتح الشبابيك والباب، بس للاسف ما كانش فيه اي حاجه بتفتح. وجثه تامر المتجسد فيها الشيطان كانت بتزحف على الحيطه. بدات الاوضه يخرج منها جثث كتير لاموات بدون جفون، وده كله بيحصل وعمر بيترجى الشيطان صبلقيع ان هو يرجع له عياله ومراته. وقتها الشرطه جات والجثه بتاعت تامر وقعت على الارض، وبقيه الجثث اختفت وكأن شيئا لم يكن. واتقبض على عمر اللي اعترف بكل حاجه واتحكم عليه ب 25 سنه سجن. دي كانت القصه اللي بهدلت الدنيا وقومتها في اسيوط سنه 2018. وقتها سمع القصه مخرج المسلسل قرر ان هو هياخد القصه ويمثلها، لكن اليوم لما ذاع القصه في سنه 2020 يوم 1 اغسطس حصل له شلل في رجليه وبقى قعيد. وكمان قال ان هو حصل له حريق في بيته بسبب الجن، وكان حاسس ان ده انذار لو الحلقه ما اتمسحتش هيحصل له اكتر من كده بكتير. وبالفعل الحلقه اتمسحت، ومش الحلقه بس اللي اتمسحت، المسلسل كله ما بقاش يتعرض من تاني. بس الغريب ان عمر هرب من السجن من حوالي 3-4 شهور. فتفتكروا هو لسه عايز يرجع عياله ومراته؟ طب لو هو فعلا عايز يرجع عياله ومراته، تفتكروا مين هتكون الضحيه الجايه؟ مستني اجابتكم كلكم في الكومنتات. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا. ولو القصه عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير مع اصحابك اللي بيحبوا قصص الرعب. واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.